في البداية ألتمس من الجميع عدم تفعيل الميكرو كي يكون الصوت مسموعا. بالنسبة لجميع المشاركين، الأستاذة إلهام الصنابي، الأستاذ يوسف الزيات، الأستاذ محمد سالم عبادة، الأستاذ مراد الخطيبي. إذن الجميع معنا، نرجو إغلاق الميكرو كي يكون الصوت مسموعا. إذن مساءكم سعيد ومرحبا بجميع المشاركين والمتابعين الذين يتابعون هذه الندوة من داخل المغرب وخارجه. إذن تقدم الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة الندوة الخامسة أو الحلقة الخامسة من سلسلة الندوات التي تقدمها في هذا السياق، والتي تسعى من خلالها إلى مقاربة أدب الرحلة. وأدب الرحلة في التراث العربي على سبيل التمثيل إلى الحصر هو ذلك الابن الذي أنفقت السنوات في تربيته حتى يأخذ الموقع والمكانة التي تليق به. إن الرحلة هدف يتمناه العقل وتسعى إليه الروح، كما أو على حد تعبير إبراهيم السعافي في كتابه أساليب التعبير الأدبي. إذا لقد كانت الرحلة أو لقد كان أدب الرحلة هو الأساس الذي قام عليه علم الجغرافيا، وكان أيضا هو السبب والمهد في عملية التوسع الإسلامي كي يعرف طريقه في يسر، كما ذهب إلى ذلك حنا الفاخوري في كتابه تاريخ الأدب العربي في المغرب. إذا تسعى الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة إلى تقديم هذه الندوة من أجل مقاربة مجموعة من الرحلات المعاصرة بأدوات إجرائية ومفاهيم نقدية من شأنها الوقوف عند الخصائص الفنية والأسلوبية المميزة لهذه الرحلات. إذن وقد قدمت الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة مجموعة من الندوات التي رامت من خلالها تحقيق نفس المبتغى، وها هي اليوم تقدم الحلقة الخامسة من الندوات التي تعقد لمقاربة الرحلة المعاصرة، إذن بعنوان رحلات معاصرة قراءات نقدية. وتندرج هذه الندوة في إطار الأهداف التي وضعتها الجمعية المتمثلة في اهتمامها بأدب الرحلة بمختلف تمظهراته وتجلياته، مواكبة منها للإصدارات الرحلية وما تحمله من أنفاس جديدة لكتابة السفر. إذن يشارك في هذه الندوة مجموعة من الباحثين من داخل المغرب وخارجه، وستعرف هذه الندوة أيضا تقديم 5 مداخلات.